ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو النهارده بنبداه في الفندق، عشان احنا فلوج النهارده هو فلوج جده. هنبدا الفلوج من الفندق، نروح الحرم، نروح على محطه الباصات عشان نروح محطه القطارات. فيلا بينا. احنا دلوقتي وصلنا، دخلنا الباص متجهين الى محطه قطار الحرمين عشان نروح جده. فيلا بينا. وصلنا شباب، هذا هو محطة القطار. طبعا من كام صوت واطي لان ما ينفعش نصيح هنا، الصياح بتاع بابا ما ينفعش يتصح هنا. بص كله ماشي يعني في بني ادمين كتير، بس ايه، الواحد ماشي بأخف صوت ممكن يتكلم بيه اي حد عشان ما يعملش ازعاج، وبرضه ما يطردوناش بره المحطة. هذه هي المحطة، هنروح بقى نقطع تيكت وننزل نستنى القطر تحت. فبس خليكم معانا. ده بقى القطورات بتاعتنا. غالبا القطر بتاعنا هو اللي هناك ده، غالبا ده هو القطر بتاعنا. فايه هنروح بقى دلوقتي. شكرا لاختياركم قطار الحرمين السريع، نتمنى لكم رحلة ممتعة. بس كده يا جدعان، خلاص وصلنا جدة. كان المفروض اصور لكم الصراحة القطر اكتر من كده، بس الوقت كان ضيق وبعدين القطر كان ماشي فملحقناش نصور، فهنكتفي بتصوير جدة. يلا بينا. حاليا يا جدعان احنا خلاص قدام استاد الجوهر، ماتش الاتحاد مصر. اول مرة ليا في حياتي ادخل الاستاد. الماتش ده مختلف، مش عشان بس ده أول ماتش أحضره في الملعب، لأ، عشان في لاعب موجود في الملعب زي كريستيانو رونالدو. لو بتسأل مين كريستيانو رونالدو، فهو ده كريستيانو رونالدو. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. تشيتي بوفون وسخها مرة ثانية، كرة من كارفاخال خطيرة يا رونالدو، يا رونالدو، يا كريستيانو يا كبير، يا كريستيانو، يا رونالدو، هدف اسطوري، هدف انطولوجي، هدف للتاريخ، يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. رونالدو يستعد لتنفيذ هذه المخالفة. تركيز كبير، تركيز من الفوق للتحت، من القدم للأنف للرأس للأذن للصدر للبطن للظهر للرجل، الكل يركز، كل الجسد تاع رونالدو يركز. بابا خطيرة، بابا خطيرة، رونالدو في تنفيذ المخالفة. رونالدو بابا امسك شعرك، امسك صدرك، امسك بطنك، انت امام رونالدو يا ولد، انت امام رونالدو يا ولد. كريستيانو رونالدو مش لاعب عادي، واحد من اكتر اللاعبين نجاحا في تاريخ اللعبة. لو هتسأل على الانجازات الجماعية فهو عنده 34 لقب جماعي، منهم بقى دوري انجليزي، دوري اسباني، دوري ايطالي، 5 تشامبيونز ليج، بطولة كاس، بطولة درع خيرية، وما منه بقى سوبر اوروبي، كاس عالم اندية، حاجات اللي هي بقى ايه بتتبع البطولات اللي هو خدها دي كلها. غير انه الهداف التاريخي للمنتخبات، وخد مع البرتغال زي ما قلنا بطولة يورو ودوري اوروبية. لو على الانجازات الفردية بقى فهو ايه معاه 5 كور ذهبية، خد جايزة ذا بيست اكتر من مرة، وخد احسن لاعب في اوروبا اكتر من مرة، غير انه خد مرة احسن لاعب في الدوري الانجليزي واحسن لاعب في الدوري الاسباني.
احسن لاعب في الدوري الايطالي. فانك تكون من القلائل المحظوظين اللي شافوا الدون في الملعب ده شيء خيالي. سيداتي سادتي، نرجو من الجمهور الكريم الوقوف، حيث سيتم الآن عزف النشيد الوطني. خلاص كده الحاجة دي بدون كريستيانو رونالدو. فإن يكون عندك ماتش قمة زي ده ويكون الدون موجود فيه، فأنت متخيل حجم المباراة. بتكون المباراة دي تحديد المركز الأول، ممكن يترتب عليها بعد كده بطل الدوري السعودي. ممكن تكون المباراة كانت مقفلة شوية، لكن ده مقللش من حلاوة المباراة بأي شكل من الأشكال. ما كنتش متخيل أصلا إن ممكن مباراة في الدوري السعودي تكون بالمتعة والحلاوة دي. فضلت هجمة هنا وهجمة هنا لحد ما رومارينيو راح خطف جول. شطة يحافظ على كورته حلوة باتجاه رومارينيو، مار وكرة روما 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 من لها غير روما يا عميد لا جديد. فضل الماتش زي ما هو بقى 1-0 كده لحد اخر المباراة. كان فيه فرصة للدون، لو كان شاطها في البعيدة دي كانت قلبت الماتش، كانت هيبقى 1-1 بس ايه ضيعها الدون. خلص الماتش 1-0 لصاحب الارض والجمهور نادي الاتحاد. عزز من قوة الماتش ان هم مش عارفين يكسبوا الاتحاد، بقالهم 5 مواسم مش عارفين يكسبوا الاتحاد. 5 مواسم النصراوي يبكي، 5 مواسم النصراوي يبكي، 5 مواسم النصراوي يبكي. الجمهور بقى تحته ده مليون خط، لان الاجواء كلها بدأت بعد ما الماتش خلص. حبتين لكل اتحادي كسرنا عاله.
بس كده يا جماعه من امام استاد الجوهره هنا هو الذي شهد اول ماتش ليا اتفرجوا في الاستاد في حياتي، مباراه الاتحاد والنصر اللي فاز فيها الاتحاد بهدف دون مقابل على نادي النصر. مش عارف الفلوج ده هيبقى عامل ازاي، بس احب اقول لكم ان احنا وصلنا للفيديو، فما تنسوش بقى تعمل لايك وشير وتشترك في القناه كنتش مشترك. بس كده كالعاده اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.